دابا غادي نهضروا على الدرس النموذجي في لي زونتروتيان اللي ما تيسولوكش على لي ماتيير وكيسولوك غير على لي زانفورماسيون بيرسونيل ديالك. هادوك يكونوا كيقول لك غادير لينا درس نموذجي. منين بغي ندير الدرس النموذجي خصني نبحث على ديك الحاجه اللي غندير فيها الدرس مزيان. ندخل لجوجل نبحث عليها، ندخل اليوتيوب خصوصا اليوتيوب، ندخل ونشوف اساتذه حاطين مثلا حصص مصوره ديال هذيك الحاجه اللي انت غدوز فيها الدرس النموذجي. نبحث على داك الدرس، نشد داك الدرس ونبحث عليه، ما نخليه فين نقلب عليه، نشوف فيديو او جوج او 10 في اليوتيوب ونشوف المعلومات الدقيقه على داك الدرس. اللغه الفرنسيه خصوصا الافعال، كل فعل عرفوا اش من جروب. جمله مثلا غيكون فيها كومبليمون دوبجي ديريكت ولا انديريكت، نبحث على داك الكومبليمون دوبجي ديريكت وانديريكت وعلى سميناه ديريكت وعلى سميناه انديريكت. مثلا باسي كومبوزي على سميناه باسي كومبوزي، كيفاش كيتصرف الفعل ديال مثلا ديال بروميير ودوزيام وتخوازيام جروب، يعني ما نخليه فين نبقاش نبحث. الى عندي درس نموذجي في الاكسبرسيون اورال نمشي نشوف كيفاش كتقري الاكسبرسيون اورال، اش من حصه غادي يعطيوني، هذيك الحصه شنو تنديروا فيها، شنو كتعني الاكسبرسيون اورال، المكونات ديالو. رياضيات، عندي درس نموذجي في الرياضيات، نبحث على ديك الماده او داك الدرس اللي عطاوني. مثلا عطاوني توحيد المقامات نمشي نبحث عليه، واخا انا تنعرف نمشي نبحث عليه ماشي مشكل، معلومه زايده كتنفع. الوغ البحث يعني اساس الدرس النموذجي هو البحث. منين نجي نبغي نقدم الدرس النموذجي نحرص على الخط ديالي، يعني الكتابه تكون واضحه، تكون قاده في السبوره. نكتب التاريخ ونكتب الماده ونكتب العنوان وندوز نشرح الدرس على حسب الماده اللي انت غادي تقدم، على حسب الدرس اللي غادي تقدم، واش هو كتابي ولا شفوي ولا شنو هو. يعني بخلاصه نمشي نفتش على داك الدرس من الالف الى الياء، كيفاش كيتقرا، كيفاش كيتقدم، شنو الاسئله اللي كتعطى فيه الى اخره. منين نكون كنقدم الدرس النموذجي ندي معايا طابليتي البيضاء اللي كيلبس الاستاذ، ما نمشيش نقدم الدرس النموذجي بحوايجي. يعني انت جاي بحال صافي عندك تلاميذ راك خدام فهاديك الدرس النموذجي، ونحترم الوقت ديال هذاك الدرس، واش فيه 45 دقيقه ولا 30 دقيقه، وندير شي مكانه ندير ساعه في يدي وما نفوتش داك الوقت المخصص لديك الحصه حتى بثانيه وحده، لان هذاك المفتش او المدير اللي جالس لك اللور كيشوفك تيسجل لك الملاحظات، كي كنقولوا الشاده والفاده تيسجلها لك في الورقه. كيفاش انت نحرص على الصوت ديالي، الصوت ديالي خاصو يوصل لاخر تلميذ في الصف وبلا ما نغوت، يعني يكون الصوت مسموع، كي كنقولوا باللغه العربيه صوت جوهري يعني مسموع. نحرص على السبوره ونعرف كيفاش نخدمها، ومن الاحسن خليكم غير في السبوره الوسطانيه وما تستعملوش دوك السبورات الصغار اللي في الجناب، خليكم غير في السبوره الوسطانيه. توزيع النظرات ديالك على القسم كامل، يعني ما تبقاش تشوف غير في تلميذ ولا تشوف غير في الصف، شوف في الصفوفه كاملين، شوف التلاميذ كاملين وتحرك في القسم، تحرك في القسم. يعني سير عداد الصف وسير عداد الصف وسير اللور وجي القدام، ما تبقاش انت اصلا واقف في بلاصه وحده مستاسوني في واحد البلاصه، لا هذا راه خطا، خاصك تحرك في القسم. ما تحركش في القسم الوقت اللي مثلا كتشرح شي درس مهم، مثلا الا عطاوك غرامير و كونجيغيزون لي ماتيير دو لا لونغ من الاحسن خليك واقف في بلاصتك. الا عطاوك اكسبرسيون اورال تحرك في القسم، لانك كدور وكطرح اسئله وكتسول هذا وهذا. حاول تسول اكبر عدد من التلاميذ، ما تبقاش مركز على صف واحد، سول الصف الاول والثاني والثالث والرابع، المهم على حسب الصفوفه اللي كلها في كل قسم، حيت بعض الاقسام كيكونوا فيهم غير 3. تسول كلشي التلاميذ باختصار، يعني اللي بغيت نقول لكم تسول جميع التلاميذ، ما تخليش التلاميذ يلعبوا، يعني طلب منهم انهم يربعوا يديهم وينتبهوا معاك، وما تبقاش مركز مع المدير ولا المفتش اللي جالسين اللور، حيت ما حدك انت مركز معاهم والانتباه ديالك كيتشتت. خليك مركز غير مع التلاميذ وشنو كتقول وشنو كتقدم في الدرس. وبطبيعه الحال نقاد جداده ديال هذاك الدرس النموذجي اللي طلبوا مني. غادي تكون ان شاء الله حلقه مخصصه بالنسبه للجدادات لجميع المواد، غنوريها لكم بطريقه سهله
دابا نهضر مع الناس المزروبين كيدوزو لونتروتيان وغيديروا الدرس النموذجي الجدادة بكل بساطه. هي مراحل الدرس، يعني اشنو غدير في هذاك الدرس مني غيبدا تالي الامثله، الاسئله، القاعده، كلشي اللي غدير في ديك الحصه غتكتبوا لنا في ديك الورقه. دابا فقره النصائح، كما معوداكم في كل حلقه كنعطيكم نصائح على موضوع الحلقه. النصيحه ديال اليوم، مني تتصل بيا مؤسسه وصافي تحدد معايا النهار اللي غنجي ندوز فيه لونتروتيان، شنو غندير انا؟ غادي نمشي نفتش على ديك المؤسسه فين كاينه. الا كانت غير حدايا وانا كنعرفها ما كاينلاش. الا كانت في شي حي بعيد عليا وانا ما كنعرفش ديك المؤسسه نهائيا فين جات، فغادي ناخذ طاكسي ولا كنهز طوموبيلتي وكندير GPS وكنمشي كنقلب عليها نهار قبل. مثلا عندك لونتروتيان غدا مثلا مع 9، انت اليوم مع 4 العشيه سير قلب عليها، ولا مع 11 النهار ولا الوقت اللي بان لك انت مناسب، وسير قلب على المؤسسه فين كاينه وعقل عليها فين كاينه. من الاحسن ماشي حتى النهار ديال المؤسسه، النهار بعضهم ديال المقابله عاد انا غادي نمشي على الصباح ونبدا نقلب وعندي ساعتين وانا تنقلب ونقدر نلقاها ونقدر ما نلقاهاش ونولي غادي معطل ولا ما نلقاهاش نعيط لهم نقول لهم واسمحوا لي راه ما لقيتش المؤسسه ديالكم فين كاينه. الوغ هنا بلا ما تعول انهم مازال غادي يعيطوا لك باش دوز داك الاونتروتيان. ماشي كلشي مؤسسات، ولكن كاين البعض اللي خاصهم غير الصبه اولا هما كيحكروا بزاف و تياخذوا هاد الحاجات الصغار تياخذوها بعين الاعتبار. ثاني حاجه، مني نبغي نمشي للمقابله، انا مشيت قلبت على المؤسسه لقيتها، الوقت فاش خصني نمشي للمقابله الا هما داروا معايا التسعود فمن الاحسن نمشي انا قبل بنص ساعه. الا كنت انا الحي ديالي بعيد على ديك المؤسسه اللي غادي ندير فيها لونتروتيان، من الاحسن نخرج من الدار نص ساعه قبل، ندير بحساب ترونسبور، ندير حساب طاكسيات. الا كانت عندي الطوموبيل ديالي نقول شي وصافي عند طوموبيلتي غنمشي دغيا، ندير بحساب المفاجات اللي يقدروا يخرجوا ليا في الطريق. يعني بعض المرات كتكون شي بشيت اكسيدون كتولي مشكله ديال السير، اولا كتلقى شي بلاصه تفاقد الصباح حفروها ولا شي حاجه، المهم كتخرج لك شي مشكل شي مطب كيجيك في الطريق. من الاحسن نمشي قبل بنص ساعه. كانت عندي طوموبيلتي راه غنبقى جالس فيها حتى كتبقى 5 دقائق المقابله، كنمشي كندخل عند الكاتبه كنقول لها راه عندي مقابله مع السيد المدير، وكتخليني جالسه في قاعه ديال الانتظار، وملي كيدخل المدير كيلقاني انا جاي جالس قبل من الوقت مثلا 5 ديال الدقائق هو الوقت المناسب. 5 دقائق وقت مناسب. هاد الامور راه كتخاد بعين الاعتبار. راك الا مشيتي لونتروتيان معطل راه كتخاد بعين الاعتبار، يعني انك انت شخص غير مسؤول ما مسوقش، كتجي الوقت اللي قال لك راسك. يعني هو غادي يقول وهذا بني غادي يخدم عندي ما غادي ديما يجيني معطل بنص ساعه ربع ساعه ساعه. اذا من الاحسن تمشي قبل من الوقت وتقلب على المؤسسه نهار قبل. وصلنا لنهايه الحلقه. الى عجبك محتوى القناه دعمني باشتراك، خليو لي لايك وتعليق محفز للمجهودات ديالنا. خليت لكم الرابط ديال الفيسبوك وديال الصفحه ديالي على الفيسبوك لطلب المساعده او اي استفسار. بالصحه فطوركم، خليتكم على خير.